سلام، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم ابي اسوي معاكم وصفة التبولة، لذيذة وسهلة، وقلت اشارككم الوصفة. اول شيء عندي هني 3 حبات من الطماط قصصهم صغار بهالشكل هذا، وعندي هني شدة ونص من البقدونس قصصته صغار كذي ناعم، وعندي هني برغل ناعم اسمر نقعته تقريبا فنجان من زيت الزيتون وفنجان من الليمون وقفشه وسط واحده من دبس الرمان ورشه فلفل اسود ورشه ملح، وخليته يتنقع تقريبا ربع ساعه بالخلطه اللي سويتها عشان نستخدمه. وعندي هني شده واحده من النعناع قصصته كذي صغار ناعم، وعندي هني بصل الاخضر الكامل نظفته وقصصته كامل مثل ما هو، تقريبا 4 حبات من البصل الاخضر، واللي ما عنده بصل اخضر يقدر يستخدم البصل الابيض او البصل الاحمر عادي. وعندي هني فصوص من الرمان للتزيين، وعندي زيت الزيتون، وعندي الملح، وعندي طبعا صحن التقديم زيناه باوراق الخس. اول شيء نسوي المكونات مع بعض اللي هي عندي الطاسه اللي بنخلط فيها المكونات مع بعض. اول شيء عندي الطماط مقصصته صغار ناعم، وعندي البقدونس مقصصته صغار ناعم، وعندي النعناع مقصصته صغار ناعم، وعندي البصل الاخضر مقصصته ناعم نخلطهم كلهم مع بعض، وعندي البرغل اللي منقعته مع زيت الزيتون والليمون والفلفل الاسود والملح وقفشه من دبس الرمان بشكل، وراح اخلط كل المكونات مع بعض بهالشكل. ألذ تبولة واسهل تبولة، المكونات بالشكل مثل ما تشوفون التبولة ولا اسرع. الحين نجيب طبق التزيين وننزل كل المكونات في الطبق مثل ما تشوفون. بالشكل مثل ما تشوفون الجمال، لوحة فنية وفريش. نزينها الحين بحبات الرمان، هذا اختياري الرمان كمنظر، يعطيها منظر وشكل لا اكثر ولا اقل. نزينها فيه بالشكل. بالشكل هذا، ونضيف شوية من زيت الزيتون بهالشكل، وراح يكون معانا الطبق جاهز مثل ما تشوفون. لوحة فنية ومكونات سهلة وأسرع تبولة تقدرون تسوونها مثل ما تشوفون. ألذ من كذي بعد ماكو. وهذه كانت وصفتي لكم اللي هي التبولة على طريقتي، واتمنى انكم تجربونها. بس ثواني عشان اصورها لكم عن قرب. مثل ما تشوفون حبيت اصورها لكم عن قرب. مثل ما تشوفون طبق التبولة، الصورة معبرة، لوحة فنية، تشوفون فريش ولذيذة وسهلة وبسيطة
ما أخذت مني أقل من 5 دقايق. وهذه كانت وصفتي لكم اليوم، التبولة على طريقتي، التبولة الأصلية. وأتمنى أنكم تجربونها وتدعموني باللايك والاشتراك عشان أتم معاكم وأستمر، ونطروني بوصفات جديدة. مع السلامة.